عندما ينتشر الفساد في قلوب البشر يصبح الصديق هو العدو الأول. الحياة أصبحت عادة للظلم والفساد انتشر في كل مكان. فواجب على بطلنا أن يواجه أصدقاء الأمس ويعيد النظر في كل ما يعرفه. نبدأ حكايتنا النهارده مع القائد جلين، وبنشوف هو بيطير عين واحد وبيكون في واحد واقف وراه مبسوط جدا. نعرف بعد كده ان دول مجموعه من الابطال، وبتكون فرقتهم مكونه من 14 بطل، وبتبقى بعتهم الامبراطوريه لحمايه ارض الظلام مع الغزو اللي على ايد فيشتي. ففي شخص بيقول له انت ليه عملت كده؟ ده احنا حتى اصحاب سلاح. بيقول لهم الشخص اللي ورا جلين انتوا الاربعه خلصتوا مهمتكم ونفذتوا مهمه التامين 10 على 10. وبنعرف ان في 3 من الاربعه دول ماتوا بالفعل. جلين بيقول له بس احنا اللي هناخد المدح كله لينا، وبيكون الاربعه دول خانوا الامبراطوريه. فجاه جلين بيشد سيفه ويقتل الواد، وبكده يبدأ معانا عصر المجد على ايد الابطال السبعه. وبنروح لسنه 3992 وبتكون في مدينه ريلي فيلم، وبتكون في عربيات نقل ماشيه في شوارع المدينه. بندخل جوه عربيه من دول ويكون جواها طفله صغيره بتقول انا قريب هوصل المينا وهعدي للجنب التاني، هكون اخيرا في ارض الابطال السبعه السلميه. ونروح مع شخص ويكون اسمه راشي، وبيكون كبير كهنه المحاربين في المدينه، وبيقول اننا النهارده هننفذ حكم الاعدام على اللي هربوا. وبيكونوا خايفين منه جدا وبيترجوه يسيبهم عايشين. وبيجي واحد من الجنود وياخد اول واحده فيهم ويخلص عليها بكل وحشيه. وبيكون راشي بعمل نفسه متاثر جدا، ولكن بيكون قلبه ميت ومش حاسس باي حاجه. هو بيتكلم بيكون في شخص غريب بيراقبه من مكان عالي. شكل كده المدينه دي مستوى الغموض فيها عالي قوي. نرجع تاني للبنت اللي كانت في العربيه، وبتكون اتقفشت هي كمان زي اللي كانوا بيحاولوا يهربوا من المدينه. وبيقول واحد من الجنود انها كانت مستخبيه في عربيه البضاعه. بتقول لهم البنت انها كانت راكبه العربيه دي بالغلط وبتحاول تلحق نفسها. وبكل برود بيقول لهم رشب ده احنا لسه ما نضفناش مكان اول واحد عدمناه. وبيامر الجنود انهم يجيبوها على فوق. ويجي لهم واحد ويقول للبنت كنت فين يا بيبي؟ يقوم واخدها من ايديها ويمشي بيها. بيوقفوا رشب ويقول له انت مين اساسا ياض انت يا؟ يرد عليه بكل الثقه ويقول له انا اخوها. يقول له راشب انت شكلك كذاب، ده حتى ما فيش شبه بينكم. فبيقول له ده احنا كده عندنا 2 هيتعدوا ومش واحد. بتكون بيبي خايفه جدا ومش عايزه تموت. فبيتعصب الولد ده ويقول له شكل الكلام مش هيجيب معاك فايده. ولسه الولد هيسحب سيفه وفجاه نلاقي الراجل اللي كان بيراقب من فوق بيقول لهم اخيرا لقيتكم. فبيسالوا راشب انت مين انت التاني يا عم؟ فبيروح له الراجل ده وبيقول له حقك عليا انا يا باشا، وبيدي له كام عمله كده. فبيقول له هم مشاغبين بس انا حاسسهم عيال كويسين. وراشب ده طلع بس مش قاتل، لا ده كمان مرتشي ومنافق وحاجه نيله جدا. فبيأمر الجنود ويقول لهم خلاص سيبوهم يعيشوا. ولما يمشوا ال3 بتكون بيبي بتشكر الراجل اللي انقذهم. فبيقوم الولد ده مديها على دماغها ويقول لها اتنقلي يا شيخه مش كفايه بوظت عليا خطه الهروب. بتقول له يا عم انت مالك انت، انا بشكره هو اللي انقذنا مش انت. وكمان تقول له ايه بيبي دي؟ ايه اللي انت بتقولها لي دي؟ انا اصلا ما اسميش بيبي. فبيسكتهم الراجل اللي انقذهم ويقول لهم ان انتوا عمركم هتعرفوا تهربوا بالخطه الغبيه اللي انتوا عاملينها دي. فبيقول له الولد ده انا دفعت مبلغ كبير قوي للمهرب وكنت بجهز اليوم ده بقالي حوالي اسبوع كامل، لكن حوار اعدامكم ده كان ممكن يبوظ لي كل حاجه يا بطل. فبيتعصب الولد ده جدا وبيقول له ما تقوليش يا بطل دي تاني يا عم. فبيقول له انت مش عايز تهرب من المدينه عشان تبقى زي الابطال السبعه ولا ايه؟ فبيقوم الراجل ده واخد بعضه وماشي، لكن الولد ده بيوقفه وبيطلب منه يعرفه على المهرب اللي هيهربه. فبيسالهم الراجل هم اصلا عندهم دافع يخلوهم يقطعوا المسافه دي كلها. فبترد عليه بيبي بحزن وتقول له ان ما بقاش ليها حاجه تقعد عشانها. فجاه بدون اي مقدمات يقوم الواد ده اللي معاهم قايل ده 13، يقوم واخد بيبي رميها في الميه. فبيدخل عليهم فجاه الجنود ويكون عددهم فعلا 13. شكل الواد ده مش مجرد ولد عادي. فالراجل ده بيقول له انت قدرتك السمعيه غريبه جدا وقويه جدا. بيكون الجنود دول مش راضيين عن قرار راشد، بيخلق سبيلهم، بيكونوا عايزين رشوه ليهم هم كمان زي اللي خدها. فبيقول الراجل للولد ده ان الدير بتاعهم هو اللي بيتحكم في الدخول والخروج من المدينه، مش هيدوك التصريح ده غير لما ياخدوا هم كمان فلوس. بيقطعهم واحد من الجنود ويقول له انت اديت لي راشد شويه فلوس حلوين وشكلك معاك زيهم. وبيأمر الجنود انهم يقتلوهم وياخدوا كل الفلوس اللي معاهم. ولكن الولد ده فجاه سحب سيفه وقسم الجندي نصين. شكله مش سهل جدا يا جدعان زي ما قلت لكم. وبيكون الراجل ده مش مصدق اللي عينه شايفاه. فبيقول لنفسه مين الواد ده وعمل كده ازاي؟ ده مستحيل يكون هو اللي في بالي، ولو كان هو ما كانش خلانا نتسلل وراه كل ده. وبيكون الجنود مرعوبين جدا من الولد ده وبيهجموا عليه كلهم، بس الواد ده نزل عليهم بالسيف وخلص عليهم كلهم. وبعد ما خلص عليهم ورماهم كلهم في الميه بيسالوا الراجل انت مين؟ بيرد عليه الولد ده وبيقول له اعتبرني يا عم بطل صغير زي ما انت قلت. وبيطلب منه الراجل انه يجي معاه وهو بيهرب. وفجاه تقطعهم بيبي وتقول له يا عم انت رميتني في الميه ليه وخليت هدومي كلها اتبلت وشكلي بقى معفن. فبيقول لها الولد ده خلاص لقينا المهرب يلا بينا عشان نمشي. فبيقول له الراجل انا اسمي فيد انت اسمك ايه؟ فبيقول له انا اسمي كوينزيل بس قول لي كوين يعني. بتكون البنت لسه جايه تقول اسمها فبيقول لها كوين اسكتي يا بنت انت يا بيبي. بعدها بنشوفهم هم واخدين مركب وبيتحركوا بيه تحت المدينه، والبنت بيبي تبقى موهومه جدا بالمنظر. ونعرف ان الابار دي بقت موطن للمتشردين وبيوصلوا كلهم للمهرب اللي تبع الراجل. تبقى المهربه معجبه جدا بالعيال اللي معاه وبيكون في دافع لها مقدم كبير جدا مقابل التهريب، بس بيقول لها ان هو عايزها تعمل له تخفيض. تتعصب المهربه عليه جدا وبتقول له ان الامن زاد عن الاول وانت جاي تقول لي تخفيض. فبيقول لها فيد انا صرفت شويه فلوس عشان اعرف انقذ العيال دي. بتقول له خلاص ادام كده هعمل لك تخفيض يا عم ولا تزعل نفسك. وبتقول
بيقول له انا كمان بحب العيال المرسوم على عينيها، وبتكون قصدها على كوين. وبعدها بيروح فيد لكوين ويقول له تعالى معايا، وبياخده معاه مكان زعيمه المهربين. بيقول له حاول ما تعصبهاش علينا يا دي انت. تقعد مع كوين وبتتفق معاه ان هو هيتحرك تاني يوم، فبتحسه متضايق كده، فبتساله انت مش عايز تروح الجنب التاني ولا ايه؟ فبيقول لها لا عايز اروح طبعا، بس مش عايز مساعده من حد. فبتقول له انت لو فوتت سفينه بكره دي مش هتعرف تشوف الابطال السبعه، وبتعرفوا ان هم هيكونوا على الحدود لمده يومين عشان يفضوا الحرب الاهليه اللي هناك. فبتحمس كوين جدا وبيقول لها اخيرا هشوفكوا اخيرا هشوفكوا. وبنروح لراشد بعدها وبيكون واقف باصص على الميه، وبيقول له انه هيخلص على كل اللي ما بيدفعوش للدير، وبيامر جنوده انهم يقتلوهم كلهم. وبيروح واحد لزعيمه المهربين ويقول لها ان الجنود هجموا على المكان بتاعهم، ويكون راشد بيقول لهم انه هيفتش المكان كله لانه سمع ان ليهم صله بعمليات التهريب. وبعدها بيسالهم عن المسؤول عن المكان ده، وبعدها بتخرج له اوليتيا وبتقول له انت بقى عندك شهود على الكلام ده ولا ايه؟ بيجيب لهم عيل قزم كده ويقول لهم انها كانت هتساعده على الهروب، ويامر راشد انهم يقتلوه. والولد لسه جاي يرد عليها قام الجندي مطير رقبته، وبكل وحود يسقف راشد ويكون لسه بارد زي ما هو، ويامر جنوده انهم يقبضوا على كل اللي في المكان. وبياخد بيبي وبيحاول فيد انه يروح لها. بعدها راشد بيقول لها انا هقتلك عشان تكوني عبره لكل اللي يفكر يهرب. وفجاه نلاقي كوين نازل عليهم من فوق وبيقول لهم باقي منكم كام واحد بعد اللي قتلتهم؟ فبيقول له راشد مهاجمتك لينا معناها انك بتهاجم واحد من الابطال السبعه. فبيرد عليه كوين ويقول له ما ده اللي انا عايزه يا غبي. وقبل ما يهجم الجندي على كوين بيكون مخلص عليه، وبتكون اليتيا مصدومه من قوته وبيسال عن اخبار بيبي. بتقول له انها كويسه ولكن فقدت الوعي. واول ما بيبص على راشد بيترعب وياخد بعضه وبيطلع يجري ويهرب. وبنشوف راشد وهو مش مصدق اللي بيحصل، وبيقول ازاي عيل زي ده قتل كل الجنود دي لوحده، وان الكلام ده لو وصل للدير منصبه هيبقى في خطر. فبيشوفوا اتنين من الجنود وبيسالوه عن باقي الجنود اللي كانت معاه، بيزعلهم ويقول لهم يعلنوا حاله طارئ حالا. وبيكون كوين مصمم لسه انه يهرب. فبتقول له إليتيا انت مجنون يا ابني، تهرب ازاي وحاله طارئ اتطبقت خلاص؟ فبيقول لها كوين انا هعرف اتصرف، وكمان القمر طالع والجو حلو فانا حظي زي الفل. فإليتيا بتحس باعجاب ناحيه كوين، بتقول لهم ان في طريق سري الدير ما يعرفوش، ان الطريق ده هيساعدهم انهم يهربوا النهارده. فبنروح بعدها الراشب وهو بيقول لهم وريني هتهربوا ازاي. ويروح لواحد غريب ونعرف بعدها ان اسمه رانجراست، وبيطلب منه راشب انه يديله قوته. وبنرجع تاني لفيد وكوين وهم في طريقهم للهروب، وفيد بيقول له شكلك تعبت بدري. فبيرد عليه كوين ويقول له يا عم انت مش شامم الريحه دي ولا ايه؟ فبتقول لهم إليتيا ان ده السبب ان المكان ده تحت الارض، وكمان بتقول لهم انها عرفت المكان ده بالصدفه من كام سنه، وشكله كان قاعده سريه لسحره فيشتك. وفجاه بيهجم عليهم كائنات غريبه جدا، وإليتيا بتقتلهم كلهم وتقول لهم عشان كده في حاجات المقرفه دي، ويكون المكان ده تحت المينا بالظبط، وبتكون السفينه اللي هيهربوا فيها قدامهم على طول. وفجاه يظهرهم وحش ضخم جدا. فبتقول إليتيا لنفسها انا عارفه الوحش ده كويس، وان الوحش ده كان موجود من 3 سنين. وفعلا بيهجم عليهم لكن بيتفادوه في اخر لحظه. وبعدها كوين بيهجم عليه بالسيف ولكن ما بيتهزش من مكانه، وبيمسكوا الوحش ويخبطوا في الحيطه. وبتكون إليتيا عماله تعيط على اللي بيعمله الوحش في كوين، وبيزعلها فيدو. في اللحظه دي بتلاقي السفينه بتعدي من قدامهم، وبيسالها فيدو يروحوا ازاي للمينا. بيقول لها انجزي لي يا ستي انا دافع لك فلوس كتير. فبتقول له مستحيل انكم تهربوا، وان السفينه مش هتقعد في المينا الا دقايق بسبب حاله الطوارئ. وبعدها بيبي بتسال عن كوين، فبتقول لها ان هو اتقتل، وبتقول لها كمان ان الوحش هيموتنا كلنا. وبيهجم عليهم الوحش لكن بيتصدى له فيد، وبيقول لها ان انت خيبت ظني فيكي. بيقول لها لو عايزه تستسلمي براحتك لكن انا مش هستسلم. وبيقوم رابط الوحش من رجله وجايبه على الارض، بيحاول يهجم عليه تاني لكن بيتفاداه فيد، وبيضربه مكان ما ضربه كوين فبيفتح له دماغه. بس الوحش ده بيقوم ماسكه ومديله واحده زربوه في الحيطه. وبتقع بيبي وبتلحق إليتيا في اخر لحظه، ويقول لهم الوحش اخيرا هقدر اخلص عليكم. ولكن يرجع كوين ويكون ما ماتش. وبعدها بيقول للوحش شكرا انك هويت المكان، وبيديله ضربات متتاليه بيقسم الوحش نصين. وفعلا كوين ده شكله مش طبيعي تماما ووراه حاجه كبيره كمان. وبيقول لفيد مش يلا بينا ولا ايه، ده احنا متاخرين. ولكن فجاه بيحذرهم كوين من حاجه، وبيحصل انفجار ضخم جدا وبيكونش حد فيهم فاهم اي حاجه. وبيطلع راشب هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، وبيكون الانفجار ده نتيجه ضربه واحده بس من السيف بتاع رانجرست السحري، وهي دي القوه اللي كان بيطلبها منه راشب. وبيضحك راشب بنفس طريقته المستفزه ويقول لهم شفتوا السيف السحري قد منك ليه؟ وبيستغرب فيدو ما يكونش مصدق انه سيف سحري. وبيكون السيف عامل صوت قوي جدا على ودان بيبي وكوين. وبيطلع رانجريتس ده كان مهرب زمان زي إليتيا دلوقتي، فبيقول له مش مكسوف من نفسك وانت بتحاربنا وانت كنت واحد مننا. فبيقول لها راشب انتوا اللي المفروض تتكسفوا من نفسكم، وان المفروض انكم تعملوا زيه وتساعدوا الدير بتاعنا. فبيقول لهم شكل الكلام معاكم مضيعه للوقت على الفاضي، وبيأمر انه يخلص عليهم. وبيطلع من السيف بتاعه صوت قوي جدا يخلي كوين مش قادر يعمل اي حاجه. ويقوم رانجر ده ضربه ضربه قويه بالسيف السحري بتاعه، لكن كوين يقدر انه يتصدى للضربه بكل شجاعه، ولكنه بيكون مرهق جدا بعدها. وتحس ان السيف ده بيسحب قوه اللي بيقف قدامه. وبنسمع راشب وهو بيقول هو الواد ده رخم كده ليه، ده ما بيموتش يا جدعان. بيكون باين على كوين اثار الضربه، وبتكون بيبي لسه سامعه نفس الصوت. بيكون الصوت ده هو صوت صريخ الجنيه المحبوسه جوه السيف، وشكل ما فيش حد غيرهم هو اللي سامعها. واي ضربه بتخرج من السيف بتكون مشحونه بقوه الجنيه دي. وراشب بيقول لهم بكل برود اخيرا جه الوقت اللي هتموتوا فيه كلكم. ولكن فجاه بيشيل رانجريست سيفه ويقول له انا كده خلصت
خلصت مهمتي، وانهم كده مستحيل انهم يلحقوا السفينه. وبيقول جوه نفسه ان راشب ما شافش اللي حصل، وان الواد كوين ده قدر انه يصد الضربه السحريه بتاع السيف. فبيقول له راشب يا عم هي ضربه واحده وكلهم هيموتوا. فبيرد عليه وبيقول له اي حاجه اعملها تاني هتكون بحساب مختلف. وبيوافق راشب وبيكون اصلا مش طايقه، وفعلا بيضرب رانجر ضربه كمان من السيف السحري بتاعه. وكوين بيحاول انه يتصدى ليها باي شكل، لكن الضربه كانت قويه لدرجه انها دمرت المكان كله، وبيحصل حفره كبيره جدا في المكان. فبيقول له راشب اكيد وقع في الحفره وخلصنا منه اخيرا. وبيفتكر رانجر وش إليتيا دلوقتي من زمان، وبيقول مين كان يتخيل اننا ممكن نتقابل بعد كل الزمان ده. وبيكون في ادمان على الصخره انها تقع عليهم، وبيروح بعدها يطمن عليهم ويكونوا كويسين. وبيقول لهم ان لسه في فرصه يلحقوا السفينه، وان في حد في السفينه دي لازم ينقذوه. وبتقول له بيبي طب وكوين هنسيبه؟ بيقول لها فيد انه هيبقى بخير لو طلع فعلا الشخص اللي في بالي، وشكل كوين ده وراه حاجه كبيره جدا. بعدها بنشوف كوين وهو مرمي على الارض في مكان غريب، وبيفوق وبيحاول انه يقوم. فجاه بيسمع صوت راشب بيقول له انت لسه عايش يا ده انت رخم قوي. فبيقول له بس خلاص انت حياتك هتنتهي هنا دلوقتي. وبيكون راشب عارف ان كوين ده بيتعافى بقوه القمر، كان المكان اللي هم فيه مغلق تماما فمستحيل انه يتعافى. وبيكون كوين متعصب جدا ومش عارف هيتصرف ازاي. وبيكون راشب عمال يضحك ببرود امه ده ويستفزه. وفجاه بعدها بينزل جنود من كل مكان وبيحاصروا كوين. بتكون دي خطه راشب من البدايه، وبيكون المكان ده اصلا اعمق جزء في الدير كله، ومترشق فيه كل قوات راشب. وشكل كده نهايه كوين بتقرب، ويفضل يقول لكوين ان الجنود دي هتخلص عليك قبل ما تفكر تتحرك. فجاه بيتعصب راشب جدا وبعدها بيقعد يزعق وشكله اتجنن على الاخر. فجاه بنرجع مع ذاكره كوين لسنه 3969، وبيكون في واحد اسمه ارجيناك بيعمل تعويذه وبيقول لواحد تاني امشي انت يا اشرت. وبيكون اشرت ده شبه كوين جدا، بيكون عمال يعيط جدا. فبيقول له ما ينفعش اقوى سياف في الامبراطوريه يعيط، وبيأمره يروح يكمل مهمته مع الباقيين. وفجاه بيختفي في التعويذه ونرجع تاني للواقع، وبيكون راشب بيأمر جنوده بقتل كوين وبيهجموا عليه كلهم مره واحده، ولكنه فجاه بيطير في الهواء ويتفادى كل الضربات بتاعتهم. وبيقولوا لبعض ان الواد ده مش طبيعي، وبيسالوا راشب مين الواد ده يا عم. فبيقول لهم نفذوا الامر وخلصوا عليه فورا. وبيتحدوا كلهم تاني عشان يخلصوا عليه، لكن يقدر يتفاداهم تاني بنفس الطريقه. واول ما بينزل على الارض يقول لهم انا مش فاضلكم، ويقرر انه يستهدف راشب. لكن راشب اترعب منه وطلع يجري على طول، ولكن فجاه يتكعبل على وشه. وبيكون كوين واقف قدامه وكل جنود راشب بيحاولوا يخلصوا عليه، لكنه فجاه يضرب بسيفه في فخ معمول في الارض. ويكون بعدها كل جنود راشب سايحين في دمهم. وبيكون راشب ميت من الرعب، ويقول له انت عرفت مكان الفخ ده ازاي؟ ويقول له ده انا نفسي ما اعرفش ان ده مكانه. لكن كوين بيقول له انا عديت هنا من سنين بعيده. نرجع تاني لسنه 3969، وبنشوف ارجيناك وهو بيقول لاشرت ان قوتنا حاربت قوات فيشتك كتير عشان تسيطر على الحصن اللي تحت الارض، وان كله مليان فخوخ. ويقول لاشرت انه يحفظ كل فخ وكل حته في المكان. ويطلع ان بعد كل ده اشرت مش شبه كوين، لا ده كمان اشرت ده هو كوين اساسا. وبنرجع تاني ليهم، وكوين بيقول لراشب مش بس كده ده انا عارف كمان مكان الباب وايه اللي وراه. فجاه بيفتح الباب وبيدخل عليهم شخص كده ويقول لهم ايه الدوشه دي. وبيسال كوين انت مين وايه اللي دخلك هنا. يقول له ان الابطال السبعه نفسهم مالهمش الحق انهم يدخلوا هنا اصلا. وبيكون كوين ولا كانه شايفه. وبيطلع ان المكان ده هو اللي اتقتل فيه ارجيناك. بيكون ارجيناك هو الخادم الابطال السبعه، وان تعويذه الرماح الحجريه اللي عملها عشان يصد قوات فيشتك هي اللي انهت حياته. وبيكون كوين متاثر جدا ومش مصدق ان هم بيقولوا على ارجيناك خادم الابطال السبعه ان هو اللي انقذ المدينه. وبيسال الراجل ده راشب عن كوين، ورد عليه راشب ويقول له ان ده مجرد عيل هربان ملوش لازمه، وشكله كده من العيال اللي عايزه تروح للجانب التاني عند الابطال السبعه. وبيقول له الراجل ده لكوين انا من 23 سنه شفت الابطال السبعه دول بعيني، وانهم كانوا في طريقهم لغابه الموت مع السبعه المرافقين بتوعهم، وان في 4 من المحاربين دول خانوهم وتعاونوا مع قوات فيشتك، ولكن الابطال السبعه خلصوا عليهم، وبيكونوا دول اللي شفناهم في بدايه الانمي بتاعنا. ويفضل الراجل ده يشكر في الابطال السبعه ويقول انهم سبب الحفاظ على الارض دي. نرجع تاني بالزمن ويكون واحد من الابطال دول بيزعق لارجيناك وبيقول له ان لازم نكمل المهمه اللي اداها لنا الامبراطور. وبيكون في حاجه في دماغ ارجيناك عايز يعملها، ويقول لهم كوين انا وارجيناك هنعمل المهمه دي وانتوا سبقونا. ويقول لهم كده احنا ال 14 هنكمل المهمه مع بعض. نرجع تاني ليهم وبيكون الراجل شاف بعينه كل اللي حصل، وده كان السبب اللي فتح بسببه الدير علشان يبقى مكان مخصوص للتضحيه اللي حصلت زمان. بيكون واحد من الابطال السبعه دول اسمه فوليش، وكمان هو اللي ادى للراجل اللي في الدير ده مهمه حمايه حدود الدوله. وفجاه بيفضل يضحك كوين ويكلم ارجيناك كانه عايش، وبيقول له انهم بيقولوا على فوليش الحرامي بطل نبيل. ولكن فجاه ملامحه بتتغير، بيقولوا انه كان بيضحك برضه لما قتلني زمان، وكان فوليش هو اللي قتل كوين زمان قبل ما ينتقل للعالم ده. والثلاثه اللي ماتوا معاه دول كانوا كيفر وجوستافو كرينتيل. وبيفتكر كمان نظرات الابطال ليهم، وبيبقى متعصب بشكل مش طبيعي. وفجاه بيطلع سيفه ويقول له انا عايزك تخليني اعدي. بعدها الراجل ده بيأمر راشب انه يخلص على كوين، ولسه راشب رايح يعارض الراجل يقوم مهزقه ويروح يحاول يضرب كوين بنفسه، لكنه بيصد ويقوم ضارب سيفه في الارض. مره واحده بنلاقي بوابه اتفتحت، وبنرجع تاني الفيد واللي معاه، وبتكون السفينه اللي هيهربوا فيها مشت خلاص. فجاه بتكون الجنود محاصرهم من كل مكان، وبنشوف فيد بيقول انا اسف يا
يا شيرين. ومره واحده يحصل انفجار ضخم جدا، وبيكون الدير ده بيتهد وبيتدمر تماما، وبيستخبى راشد في الراجل اللي معاه، وتكون الرماح الحجريه بتختفي، والبوابه اللي اتفتحت تطلع بوابه للجانب التاني، وكل الشعب بيكون بيتصارع عشان يروح للجانب التاني، وبيطلع كوين من الناحيه التانيه، وبيكون ارجيناك هو اللي معرفه الطريق ده، وانه كان قايل له انه بعد ما التعويذه تتعمل هيكون اسير في المكان ده، وقال له انه يكمل المهمه مع باقي الاعضاء وهو هيستناه هنا، وبيكون هدف كوين الوحيد انه يقتل الابطال السبعه، وبيكون راشد بيستنجد برانجريتس وبيقول له انقذني، بيكون بيحاول يطمعه ويقنعه باي طريقه، والشعب اول ما بيشوفوا راشد بيبقوا ناويين يخلصوا عليه، وما بيرضاش رانجريتس انه يساعده، وبيكون الجنود بيحاولوا يهربوا في سفينه من السفن، لكن على مين بيجيبهم فيد كلهم على الارض، وبياخد اليتيا وبيبي وبيتحرك بيهم، وبيقول لهم ان لسه في فرصه اننا نلحق السفينه، وبيكون كل اللي فارق مع اليتيا ان شغل التهريب بتاعها واقف، وبيقول فيد لبيبي احنا بقينا في الجانب التاني خلاص، ولكن هي بتبقى حزينه وفاكره ان كوين مات، ولكنهم بيتفاجئوا بيه انه راكب على تنين طاير جنبهم، بيكون الابطال السبعه مرعوبين من اللي بيحصل، كل الشعب كان حاطط امله عليهم وعمالين يستنجدوا بيهم، ولكنهم ما يعرفوش اللي جاي لهم وان كوين عايش وراجع ينتقم منهم. بنروح لمكان اسمه معبد القمر، وتكون في واحده جواه اسمها الكاهنه، وتكون بص على القمر وفجاه تحس بحاجه غريبه وتفضل تعيط وتقول ان في قمرين، قمر الشؤم وقمر الشر، وان قوانين الكون هتتغير، وبيكون كوين متجه ناحيه معسكر الابطال السبعه، بيقول لهم اخيرا هواجهكم يا شويه كلاب، فجاه بتعدي سفينه بسرعه من جنبه، وبيكون الجنود التابعين للابطال السبعه، وبيقولوا انهم مش هيسمحوا له انه يقرب من معسكر الابطال السبعه، وبتضرب عليه واحده منهم سهم سحري، وبيلاقي نفسه بيقع، ولكن المحظوظ محظوظ وبيقع كوين فعلا جوه المعسكر، وفجاه بيتفتح الباب ويكون الشعب كله متفاجئ، وفعلا يكونوا الابطال السبعه، واول ما جلين يشوف كوين يقول له مين الواد الصغير ده، لكن كوين من غير ما يتردد يهجم على جلين، لكن بيحصل حاجه ما كانتش متوقعه، وفجاه اتشل كوين وما بقاش قادر انه يتحرك، ويقول لكوين ما تتدخلش انت وسيبنا نتحارب انا وهو، ويكون اصلا قدره كوين انه يتكلم وهو مشلول حركته كده دي معجزه في حد ذاتها، وبيسيطر على كوين وبيربطه من كل حته في جسمه، وكان ده الحل الوحيد لان كوين قوته مش طبيعيه، لكن كوين ما بيقدرش انه يقاومهم كلهم وبيقع سيفه على الارض، وكانوا الابطال السبعه مرعوبين من كوين، ولكن الشعب كله كان فرحان من اللي بيحصل في كوين، ولكن كوين يكون عينه مليانه غضب وانتقام من جلين، ولكن فجاه يقرر جلين انه يعفو عن كوين، وكل الشعب يكون مصدوم من قرار جلين جدا، يقول لهم جلين ان كل شعوب المدن الحدوديه عاشوا حياه صعبه جدا، وان بسبب الجدار اللي كان موجود ده ما كناش بنقدر نساعدهم، وان ده سبب غضب الطفل ده، وانه مجرد عيل صغير وعاش حياه صعبه، وبيكون فعلا جلين رسم الدور على الشعب كله، وكالعاده يعني كلب عقلهم حلاوه، وبيكون الشعب كله شايفينه بطلهم والحامي الوحيد ليهم، وبيكون كوين عارف ان دي طريقه جلين زي ما عمل فيه زمان، وبكده يكون فشل كوين في انه ياخد حقه ويكون اماله متدمره، وبيبقى ماشي في الغابه وفجاه بتهجم عليه واحده راكبه تنين وتاخده وتطير، ويكون فيد متعصب من السفينه لانها بطيئه جدا، ولكن يشوف البنت اللي خاطفه كوين دي وهي بتحاول تقتله، فبيقدر فيد انه يخبطها بالسفينه، وفعلا يقعوا كلهم على الارض لكن تفوق البنت على طول، وبتسحب سيفها عشان تروح تقاتل كوين، لكن بيبي بتروح وتقف قدام كوين وبتبقى عايزه تحميه باي طريقه، وبيكون حاسس فيد انه شاف لبس البنت دي قبل كده، وبتقول البنت دي لبيبي لو ما وسعتيش دلوقتي هموتك، ولكن بيبي بيكون مش فارق معاها، وبتقول لها انه انقذها قبل كده ومستحيل تسيبه، ولكن البنت بتقدر انها تبعدها، وبتكون بيبي مرعوبه جدا على كوين، ولكن فجاه ينادى عليها فيد ويقول لها يا اميره، ويكونوا الباقيين مش فاهمين اي حاجه، وبتقول له البنت دي بتعمل ايه هنا يا فيد، فبيقول لها انت اللي بتعملي ايه هنا بطعم الانتقام ده، ونرجع مع الجنود اللي كانوا بيحاولوا يوقفوا كوين، وواحد من اللي حاولوا يوقفوا بيحكي لهم عنه، وبيقول لهم ان هو بطل الاراضي الحدوديه، وانه قضى على كل المتمردين لوحده، ويقول له واحد منهم يا عم ما يبانش عليه انه قوي الدرجه دي، فبيقول لهم الراجل انا نفسي ما قدرتش اوقفه، ونروح تاني مع فيد والاميره، وبتقول له ان كوين قتل واحد اسمه كرات، وبيكون فيد مش مصدق، وهي بتقول له سيبنا ننتقم منه، وبتكون البنت دي اسمها الاميره ات من عشيره كشارو لوندو، فبتقول لكوين انا هقتلك من غير رحمه زي ما انت قتلت اخويا، وبتهجم عليه فعلا بس بيبي بتحاول تاخد الضربه مكانه، لكن بتيجي في رجل كوين، ولما تيجي تهجم عليه تاني بيرمي كوين بيبي بعيد ويحط سيفه على رقبه الاميره ات، وعينه بتطلع ضوء غريب بيخلي الاميره تضعف وتقع على الارض، وبيروحوا كلهم مخيم مولان، وده مخيم للاقامه موجود في بلد من البلاد الحدوديه، وبعد انهيار الرماح الحجريه بيكون في ناس كتيره جدا من الشعب انتقلت للجانب التاني، وبيكون امل الناس اللي انتقلت دي انهم يزوروا معسكر الابطال السبعه، ويكون في واحد اسمه جرانبيل وهو قائد الجنود ال100، وبيطمن عمده البلاد انه موجود ومفيش اي حد يقدر يعمل اي مشاكل، وبتقابل بيبي في المعسكر واحد من نفس عشيرتها، وبتكون متفاجئه ومش مصدقه نفسها، وبيكون الولد ده اسمه زيفي وبيسالها عن اسمها، واخيرا هنا بقى نعرف اسمها الحقيقي، بنلاقي ليتيا جايه من ورا بتجري وبتقول لها مين ده يا بيبي، وتكون فاكراها حد بيضايقها اساسا، ولكن بتفهمها بيبي انه من نفس عشيرتها، ولما بيجوا اهل الواد ده بيكونوا عارفين إليتيا، وبتكون هي اللي هربتهم للجانب التاني وبيشكروها جدا، وان الجانب التاني امان ليهم طول الوقت ومفيش مشاكل، وبتكون إليتيا متاثره من كلامهم وانها كانت سبب انقاذهم، فبيقول زيف البيبي ايه رايك تمشي معانا، وبيقول لها انهم بيجمعوا كل اللي من عشيرتهم عشان يعملوا قريه ليهم، وبتكون بيبي محتاره جدا ومش عارفه تاخد قرار، وبيفوق كوين وبيلاقي الاميره ايد بتتخانق مع فيد لانه منحاز لكوين بالرغم انه قتل اخوها كرات، وبيكون فيد بيحاول يقنعها ان كرات عمره ما كان هيبقى عايزها تنتقم له، فجاه بيقول لهم
كوين لو عايزين تقتلوني اقتلوني، وبيمسك سيفه ويرميه للاميره ايت. فبيقوم فيد مديله على وشه ورميه في اخر الخيمه، بيقول له ما تبطل كابه يا عم انت وفك كده. فبيقول له انت لسه مهمتك ما خلصتش يا صاحب السيف الاسود. وبيقول للاميره ايت انك بعد اللي انت قلتيه ده انا اتاكدت ان هو اللي في بالي، وان بصراحه كده مش هينفع اخليكي تقتليه. وبيروح لكوين وبيقول له انا جيت هنا عشان انقذ واحده اسمها شارين، وانها الاميره الثانيه من عشيره كشارو، وهي الاخت الاكبر لايت، وانها من شهر كانت رايحه تعمل تفاوض مع عشيره قويه، وان ساعتها كان هو حارسها الشخصي وفي ناس خطفوها. وبتكون الاميره ايت مصدومه ان اخوها اتقتل واختها مخطوفه، ويقول فيد لكوين اننا محتاجين قوتك عشان ننقذها. فبيقول لكوين انا مش عايزك تكون خايف، ده انت بطل الاراضي الحدوديه وكمان صاحب السيف الاسود ومدمر المتمردين، وبيترجى انه يديله قوته. بعد 3 ايام بتروح بيبي لكوين وتكون معاها اكل ليه، بتوريه كمان هدومها الجديده اللي ام زيفي صنعتها لها، وبتقول له انها لازم تمشي مع عيله زيفي قريب. فجاه بيشوف كوين واحد ورا بيبي، وبيكون الراجل ده اسمه جرامبين، وبيقول لها عامله ايه يا بيبي، وبتكون عارفاه. فبتقول لكوين ان ده هو قائد جنود الميه، وان هو اللي هينقلهم للقريه الجديده. لما تعرفهم على بعض يطلع جرامبل عبيط على الاخر، وبيقول لكوين انا عمري ما شفت حد من النسل بتاعك ده قبل كده. وبيكون فيت جاي من ظهره، واول ما بيشوفه ولا كانه شاف عفريت. وبنروح بعدها مع ناس خاطفين بنات ورابطينهم، ولكن بيشوفهم زيفي ولما بيلمحوه بيبقوا ناويين يموتوه. وبنشوف فيد وهو بيهجم على جرامبل، لا وكمان بيربط فيه، وبيقول له وديته الشارم فين يا شويه كلاب. فبيقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ فبيقول له فيد ما تعملش عبيط يالا، انا شفت جنودك وهم بيخطفوها. فبيقول له جرامبل اهدى بس طيب ونتكلم. فبيرد عليه فيد ويقول له انا مش ههدى يا عم الاقرع انت، انا متاكد ان قائدهم كان اقرع زيك. لكن جرامبل مخضوض ومش فاهم اي حاجه. فبيقول له يا عم احنا هدفنا حمايه الناس ومش خطفهم، واننا زي جنيات الحرب المقدسه. فبيقول له فيد جنيه ازاي يا عم بشكلك ده؟ فبيقعد جرامبل يعيط من تنمره عليه، وبيقول له يا عم ما تتريقش عليا تاني. وبعدها بيشد الحبل ويقطعه وبيقع فيد على الارض. وبعدها بيجي زيفي وبيستخبى ورا جرامبل، وبيجي وراه العيال اللي شافهم بيجروا وراه، ويجوا يقولوا لجرامبل وسع يا عم كده ويتريقوا عليه. وكده هم اللي حكموا على نفسهم بضربه واحده يجيبهم كلهم على الارض. ولسه هيحكوا لجرامبل اللي حصل في الغابه، يلاقوا العيال دي بتحاوطهم من كل مكان، ويسيب جرامبل سيفه ويقول لهم انا جرامبل قائد جنود الميه. واول ما بيشوفوا شعار شتيم وفوليتش بيترعبوا كلهم، لكن واحد منهم يسحب سيفه ويكون معاه نفس الشعار وامتياز مخصوص كمان، يقول له لو عايز تهاجمنا براحتك بس تبقى عصيت اوامر واحد من الابطال السبعه. ويخاف منهم جرامبل، ولكن قبل ما ياخدوا زيفي يخلص عليهم كوين كلهم بضربه واحده. ولما يخلص عليهم بيتعصب عليه الراجل جدا، فبيهجم عليه هو كمان، وبيروح يتوسل لجرامبل انه يلحقه ويقول له مش هلحق غير لما تقول لي انت مين وجبت الشعار ده ازاي وتقول لي كل حاجه. وفجاه يدخل عليهم القائد فارجو، وبنكتشف انه اخو جرامبل الاكبر. ولما بيجري عليه الواد ده بيقول له شكرا انك انقذتني، ضربه واحده بس يجيبه على الارض ويقضي عليه. وفارجو يقول لاخوه كم مره نبهت عليك وانك ما ينفعش تقول قدام الناس ان انا اخوك الكبير، ويقول لهم ان الخنجر اللي عليه العلامه ده كان بتاعه فعلا وانه اتسرق منه من فتره. وبيقول لكوين انت جامد كده كده وعملت الصح وكل حاجه، وان مهارات السيف ده عاليه جدا. فبعدها بيسالوا عن اسمه وبيرد عليه يقول له انا اسمي كوين، وبيفضلوا كلهم يشكروا انه انقذهم. وبتكون بيبي بتعيط وتجري عليه وتشكره. وفيد بيقول لجرامبيد انت ماشي رايح فين دلوقتي وانت لسه ما قلتليش مكان شارين. فبيرد عليه فارجو يقول له ما تقلقش وهرتب لقاء واقعد معاك، ويقول له ما وعدكش ان الامر سهل وانها هترجع بسرعه، بس تعالى ونحاول نوصل لاحسن حل. وبيسيبه ويمشي. فبيقول لهم فيد بالليل انه هيعرف يجيب شارين، وفعلا يروح بالليل هو والاميره ايت عند قصر العمده، ويطلع لهم مجموعه كبيره من اللصوص، ويكون الفخ ده اللي عامله فارجو. ويبدا اللصوص انهم يهجموا عليهم ويحاولوا انهم يخلصوا على اللي يقرب منهم ويقتلوا فيهم كلهم من غير تردد. ويكون اللصوص دي مسحوره والسحر اللي في اجسامهم من سحر فيشتك. وبعدها بيتحولوا لوحوش غريبه، ونروح مع فارجو واخوه، وبيكون زيفي يساعدهم انه يحرر البنت المخطوفه ويروح. وبعدها بيكون نايم جنب عيلته، ويكون خلاص تاني يوم هيتحركوا للقريه. ويكون كوين سهران ومعجب بشكل القمر جدا، وبتكون بيبي ماشيه بتدور على اي حد فيهم وبتفتكر اهلها اللي ماتوا وبتفضل تعيط، وبتفتكر كلام زيفي واهله ليها وانهم هيبنوا قريه امان ويعيشوا فيها كلهم. فجاه يدخل فارجو الخيمه اللي فيها زيفي، ولما ابوهم وصحوا يشوفوه بيخلص عليهم، وتكون بيبي بره وخايفه جدا. وقبل ما يخلص على ابو زيفي يشيل القناع اللي على وشه، وبتتصدم بيبي لما بتشوف فارجو. وبتكون اللصوص المتحوله دي بتخلص على فيد وايت، وفجاه يجي ذئب مجنح وينقذهم كلهم، وبيمسكوا فيه ويطير بيهم ويهربوا. وبتعويذه الرعد تقدر الاميره ايت تدمر اللصوص المتحوله. ولما يقرر فارجو انه يخلص على زيفي تتصدى ليه بيبي وتقول له اياك تلمسه، تقول له انت ليه بتعمل كده وانك قلت خلاص هتساعدنا وهتبني لنا قريه جديده. وبكل شر يقول لها سامحيني انا كنت بكذب عليكي. تحاول بعدها تهجم عليه بسيف خشب، ولكن بتخبطه بس بيجيبها على الارض بعدها، ويخرج من ايده حاجات غريبه وكانها وحش مزروع جواه، وبيضم بيه اهل زيف الجسم بشكل غريب جدا. واخيرا
واخيرا يصحى زيفي من النوم، ولكن يطعنه في فرجه باطرافه الغريبه دي، ولسه جاي يخلص على بيبي لكن يلحقها كوين في اخر لحظه، وتفضل تعيط وتقول له ان الوحش ده خلص على زيفي واهله، وفجاه يخرج كوين سيفه ويستخدم قوته ويدمر الوحش اللي صنعه في فرجه، ويفضل يتحايل عليه انه ما يقتلوش، ولكن فعلا يطعنه ويطير له دراعه، وبيسال نفسه مين الواد ده وازاي عنده كل القوه دي وهو عيل صغير كده، ويكون فيد وايت وصلوا وبيتاكدوا فعلا ان هو ده الواد اللي كان في باله، وان كوين فعلا هو صاحب السيف الاسود، ويكون فرجه مرعوب وبيقول له ازاي تجرؤ انت انك تقطع لي دراعي، فبيقول له انت لما سحرت الناس الابرياء دول كنت ملاك يعني، فبيتعصب كوين جدا ويقول له ان جنود الامبراطوريه دي بتضحي بارواحها عشان حمايه الناس، وفي الاخر يكون القائد بتاعهم حساله زيك، ويقول له اني مش هرتاح غير لما اعذب الابطال السبعه كلهم، وفجاه تتلم كل الناس اللي في الخيم ويشوفوا كوين وهو عايز يخلص عليه، فبيقولوا على كوين وحش وانهم لازم ينقذوا فرجه، ويكونوا عايزين كلهم ينتقموا من كوين، ولكن تنقذوا ايت في اخر لحظه، فبيقول له فيد اخيرا عرفت حقيقتك يا صاحب السيف الاسود، ويقول لهم ان هو لسه في حاجه لازم يعملها، فبيقول لايت انا اسف مش هخليكي تقتليني دلوقتي، وبتكون بيبي بعدها عماله تقنع الناس ان هو بريء، ويكون محدش راضي يصدقها، فبيقولوا ان فرجه ده سيد كريم ومش اخلاقه، بنشوف كوين قاعد وتجيله ايت وتقول له انا جاي اعتذر لك مش هنتقم منك ولا حاجه، فبتقول له ان موت اخويا وجعني جدا، ولكن انا وجهت الوجع ده كله للانتقام منك، وان الحقيقه انك انقذت اخويا، وتقول له ارجوك سامحني وقول لي اعوضك ازاي، فبيروح لها يقول لها ما تعيطيش انا عارف انك شخص كويس جدا. يروح بعدها مع جنود شتيمو وهم مستدعينه في وقت متاخر لخبر عاجل، ويقولوا له ان كوين بيسعى ورا حياه الابطال السبعه، وهو يكون متضايق جدا انهم جابوه في وقت زي ده عشان يقولوا له موضوع تافه كده، وبيستغرب الجنود من كلامه، ويقول لهم الواد ده مهما عمل ما يقدرش يلمس شعره مني، وان اي حد متمرد كان حاول قبل كده يقف قدام الابطال السبعه كانت نهايته محتومه، وان بينه وبين الموت حاجز هو وشعب مولان وجنود الابطال السبعه، وفجاه بيدخل عليهم واحد من الجنود ويكون مرعوب جدا، وبيكون داخل وراه واحد اسمه فارجو، ويكون حد قاطع دراعه، وبعدها بتبتدي كل الجنود انها تشدد الحراسه على كل جوانب القلعه، وتكون القلعه دي متامنه تامين قوي جدا وصعب على كوين انه حتى يقرب منها، وفجاه يشوفوا كوين داخل عليهم بجنين مجنح، وتبتدي الجنود انها تلحقوا بالتنانين والرماح، ويكون شتيمو سمح للجنود انهم يستخدموا سلاح السحر المدفعي اقوى سلاح في القلعه، لكن كوين يكون عامل حسابه على كل حاجه، وبيكون السلاح ده قدر انه يسحق قوات فيشتك كلها قبل كده في ثواني، ويرجع كوين بالزمن ويفتكر ايام انشاء السلاح ده، كان وقتها كوين وشتيمو هم اللي مسؤولين عن مهمه انشائه، وبتكون كل الجنود بتحاول تقضي على كوين واللي معاه، ويفضلوا يحاولوا انهم يسحبوا كوين ناحيه السلاح القوي اللي هيدمره، وبيكون كوين مش عايز الجنود دي تقف في وشه عشان ما يتاذوش منه، وبيكون السلاح ده جاهز تماما انه يطلع قوته كلها ويخلص على كوين، وفعلا بيطلع الشعاع السحري من السلاح الامبراطوريه الساحق، وبيكون كل اللي في دماغ شتيمو والجنود انهم يخلصوا على كوين، ولكن بيتفاجئوا كلهم ان كوين واللي معاه ما اتلمسوش حتى ولا حصل لهم اي حاجه، ويكونوا اختفوا كلهم ومش باقي منهم غير ذئب مجنح في السماء، ويكون كوين قدر انه يعطل اقوى سلاح في الامبراطوريه والجنود تكون مرعوبه منه، وتبدا كل الجنود انها تدور على كوين واللي معاه في كل مكان، ويقدر بعدها كوين يوصل لمهرب سري حتى الجنود ما تعرفهوش، ولما بيدخلوا بيتفاجئوا بجرامبت في وشهم، ويقول لهم على المكان اللي هيكون موجود فيه شتيمو واخوه الكبير، ولما يسالوه انت قلت لنا ليه وانت موالي معاهم، ويفضل يعيط ويقول لهم ان اخوه بيتامر مع شتيمو انهم يعملوا حاجه بشعه جدا، ويعترف لهم انه هيساعدهم بكل حاجه وفي كل حاجه، وبيقول لهم حتى اخت الاميره ايت هو اللي خطفها وحاول فيدي يهدده، وبيفضل جرامبت يعيط ويقول له صدقني انا مش بكذب، وكوين بيقول له انا مصدقك، وكلهم بيتفاجئوا وبيطلب منه انه ياخدهم لاخوه فارجو ويشتموا فوليش، بيكون فعلا الاثنين مستخبين في الضريح، وبيكون كوين واللي معاه عاملين فيها بنات عشان يقدروا يدخلوا مع جرامبين، لان كانت مهمه جرامبين انه يدخل البنات اللي بيخطفهم للكهنه اللي في الضريح، فعلا يستدعي جرامبيت اخوه الاكبر فارجو، ويفضل يقول له انا عايز اعرف كل حاجه انت بتخطط ليها انت وشتيمو، يقول له كمان انا شفتك وانت بتحول اهل زيفي لوحوش فظيعه، بيكون عند فارجو قوه سحريه من فيشتك حتى شتيمو ما يعرفش عنها حاجه، وقدر بعدها فارجو انه يضحك على جرامبين بكل بساطه، واول ما بيعرف فارجو ان جرامبين دخل كوين واللي معاه بيحاول يقتله وبيقتله فعلا في ثواني، ويخرج كوين عن صمته اخيرا ويحاول يلحق جرامبين، وبيحاول فارجو انه يحمي نفسه من كوين ويقول له انا هدي لك اخو ايت وخده وامشي، وبعدها بيقول له كوين انا عندي فكره احسن انا هقتلك واخد البنتين وامشي، ولما يشوف كوين اللي حصل في البنات ما بيقدرش انه يتحكم في اعصابه، وفجاه بيهجم عليه ويحاول انه يقتله، وفارجو ده بيحاول انه يتصدى لكل ضرباته ويفضل يحاول انه يقتله، ولكن كوين بيتصدى له بكل قوته، ففيد بيساله انت ليه مش بتستخدم السيف الاسود، فيقول له قلت لك قبل كده يا عم اني مش ببقى في كامل قوتي طول ما انا في مكان مقفول، ويحاول ايت وفيد انه يقضوا عليه، ويكونوا كلهم بيهجموا عليه في نفس الوقت عشان يشتتوه، ولكن بيستخدم سحره وبيخرج اطرافه من كل جسمه عشان تحميه، ويطعن كوين في دراعه، ونكتشف ان جرامبين ما ماتش لسه، وبيرمي خنجر لكوين عشان يلحق بيه نفسه، وفعلا يقدر كوين انه يطعنه بالخنجر في دماغه، وفعلا يقدر انه يخلص عليه ويقول لهم يلا نتحرك، ولما يسالوه يعملوا ايه في جرامبيد فبيقول لهم سيبوه يلا نتحرك، ويفضل يعيط جرامبيد جدا على اخوه اللي مات، وبنرجع تاني لسنه 3968، يكون كوين واقف جنب شتيمو فوليش، ويكون الشعب كله بيحتفل بيهم لما صلحوا السلاح، ويقول له كوين انك بقيت احسن بكتير عن زمان وانك اتغيرت عن الحرام اللي كنا عارفينه وبقيت احسن، بيكون شتيمو فوليتش لسه مستخبي، فجنوده بتقول له تفتكر فارجو قدر يتصدى ليهم
عليهم يقول لهم ما تقلقوش واني متاكد انه هيرجع دلوقتي وهو مخلص عليهم، ويقول لهم خلونا في المهم، وانه سمع انهم جابوا بنت من سلاله نادره وتكون البنت دي نص بشريه، وتكون البنت دي من عشيره كشار لوندو، وانها بجسم انسان لكن عندها قدرات استثنائيه، ويكون ده فعلا الشيء المثالي اللي عايزينه علشان يقدروا يعملوا تجاربهم السحريه، ويقول لهم اعملوا عليها كل الابحاث المطلوبه حتى لو ده هيكلفنا اخر نقطه في دمها. وفجاه بيدخل عليهم كوين ويخلص على كل الحرس اللي في وشه، ويبقى شتيمو فيلتش هيموت من الرعب، ولكنه بيحاول يطمنهم بيقول لهم ان هو هيتعامل معاه بنفسه، وبيسال الولد ده مين وبيفضل يهدد فيه، فبيمسك كوين سلاحه وبيقرب منه، وفي نفس الوقت بتكون شارم بيتم تحويلها، فبيجري عليها فيد وإت وبيأمرهم شتيمو انهم يوقفوهم، وبيفتحوا الجنود الانوار وكل اللي في المكان بيتصدم، وبتكون الارض كلها مليانه جثث، فبيقول لهم شتيمو انا خلاص عرفت انتوا مين، انتوا اللي عايزين تنقذوا البنت اللي عندي اللي من عشيره كشار، وبيقول لهم ان البنت دي هتبقى السبب في اكتسابي للحكم الابدي. بيسكتوا كوين وبيقول له ما كنتش متخيل انك قذر للدرجه دي. بيهجم فيد وإت مره واحده على الجنود، واخيرا بيحرروا شارين، بيفضل يهدد في كوين ويتباهى بكونه من الابطال السبعه وينقذوا للناس زمان، وبيبقى مستغرب من كوين ونظراته ليه، لكن بيقول له كوين اني هاخد حق كل الناس اللي ماتت بسببك، ويهجم عليه بكل قوته لكنه بيتفاداها بسهوله، وبتكون حركته سريعه جدا، فبيهجم عليه كوين تاني لكنه بيتوقع كل حركاته، فبيقول له كنت فاكرك اقوى من كده، وفي نفس الوقت بتروح إت تشوف ممر للطوابق العلويه، وبيقرر يشتمه انه يخلص على كوين، وبيقول له اجهز عشان تتقتل على ايد واحد من الابطال السبعه، وبيهجم عليه بكل قوته، ولكنه بيتفاداها، وبتبقى محاربه كوين اصعب مما تتخيل، وبيستمر في توجيه الضربات، وكل اللي بيعمله كوين انه بيتصدى ضرباته لكنه بيقدر يصيب كوين، فبيقول له انت اضعف من انك تتحداني، وبيستغل كوين انشغاله بالكلام وبيقدر يسيبه بجرح في بطنه، فبيتعصب شتيمه جدا وبيهجم عليه تاني، لكن كوين عرف خلاص نقطه ضعفه وقدر يسيبه مره كمان، وقال له انك لسه بتقاتل زي زمان، فبيقول شتيمه هو مين الواد ده بالظبط، وغضبه بيزيد وبيهجم على كوين تاني، وبيفضلوا الاتنين يصيبوا في بعض بشكل متكرر. فجاه بتيجي إت وبتنده على كوين وبتبقى مصدومه من قوته وخايفه عليه بسبب كميه الجروح اللي صابته، فبتفضل العركه دايره وبيكون كوين هيخلص عليه خلاص، لكن بيلحق نفسه في اخر لحظه، فبيساله انت اتعلمت اسلوب القتال ده فين؟ بيقول له انت لسه ما تعرفنيش ولا ايه؟ واني استنيت 20 سنه عشان اجي واحاربك هنا، وبيستخدم قوه الجناح الاسود وبيقدر انه يقضي عليه تماما، لكن حتى كوين بيكون جسمه اتدمر، وبيبقى عارف يشتمه خلاص هو مين، وبيبقى مصدوم انه لسه عايش، بيبص كوين في عينه بكل غضب وبيقول له ان السته التانيين هيجي الدور عليهم، وبيكون محدش مصدق ان كوين اصلا هو اشرت، فبيستغرب شتيمه جدا وبيقول له اننا قتلناك يومها، ازاي انت لسه عايش؟ لكن كل اللي يهم كوين انه يقضي عليه، وفعلا بيوجه ضرباته الاخيره، لكن بيحصل حاجه غريبه وبيظهر الجنود اللي بيتم تحضيرهم، فبيحموا شتيمه من الموت في اخر لحظه، وبيكون كوين خلاص مش قادر يتحرك تاني ومش قادر يقتله، لكن بيقرر يشتمه انه ما يقتلوش، وبيساله ازاي بعد 20 سنه فضلت شاب زي ما انت، وبيبقى عايز يعرف ايه الاساليب اللي استخدمها كوين، وبيقرر يحافظ عليها عشان يستخدم كوين في خطته، لكن بيسمع كوين اصوات الارواح اللي في البنات وهي بتستنجد بيه وبتطلب مساعدته، وبتبقى الاصوات دي محاصره من كل مكان، لكنه في الاخر بيفقد وعيه، فشتيمه بيأمر جنوده انهم يجيبوا لعنه الجسد، وبيبقى عايز يعمل فيه زي ما عمل في البنات، وكل همه انه يعيش حياه ابديه وما يموتش ابدا، وبيأمر الجنود انهم يبتدوا في تحويله، فجاه يفوق كوين ويفضل يضحك ويطلع منه وحش غريب جدا ويقتل الجنود، فبيكون شتيمه مصدوم ومش فاهم حاجه، واخيرا بتفوق شارن وبتشكر فيد على انقاذه ليها، فبيأمر شتيمه جنوده انهم يقتلوا كوين، فبيهجموا البنات على كوين لكنه بيخلص عليهم كلهم، وهو بيضحك وكأنه مش حاسس بأي حاجه.